سلام من جديد. اليوم جايبت لكم حلا مرة لذيذ وسهل ومليان شوكلت، بدون مبالغة أحلى حلا جربته في حياتي، ومكونات مرة بسيطة وسهلة، والطعم مرة فوق الوصف. قبل لا نبدأ لا تنسون تشتركون بقناتي وتفعلون زر الجرس، ويلا على طول نبدأ ما أطول عليكم. بالبداية راح نحتاج 2 باكت من الأوريو، ونطلع الحشوة كاملة ونبدأ نحطه يا أما في الخلاط يا أما نضربه بالمضرب بهذا الشكل. بعد كذا راح نحتاج 2.5، احتاجت هنا في الوصفة من بسكوت الماري نطحنهم. بالبداية طحنته بهذا الشكل ما عجبني وحطيته في الخلاط. بعد كذا راح نحتاج 50 جرام من الزبدة المذابة، وأبدأ أحركهم كويس بذا الشكل. راح أحط الحين 3 ملاعق كبار من القشطة وأقلبهم وأشوف القوام، إذا تماسك شوي مع بعض فعلى طول أعرف إنه كويس. خلاص راح أنزله بالصينية، وكذا خلصنا الطبقة الأولى. الطبقة الثانية بالخلاط راح أحط 15 حبة من التمر منزوع النواة، و7 حبات جبن كيري، وملعقة وربع كبيرة من الكاكاو، وفانيليا، ونصف العلبة قشطة، واحتجت هنا ملعقة كبيرة من النستلة، وأخففهم بشوية موية ورشة قهوة سريعة التحضير وشوية من الموية، وأبدأ أخلطهم. وما ننسى رشة الهيل ضروري. وخلاص أخلطهم، وهنا صارت جاهزة. إذا شفنا القوام شوي ثقيل أخففه بالموية، وخلاص صارت جاهزة. أحطها على الطبقة الأولى بهذا الشكل، والحين راح أحطها بالفرن من فوق تجمد الطبقة الثانية وتتماسك. وبعد كذا احتاجت تقريبا 8 دقايق، وهنا طلعت عندي. وآخر شيء أزينها بأي شوكولات دارك عندكم، تقدرون تستخدمون أي نوع تحبونه. وكذا خلص الحلا اللذيذ والسهل، بدون مبالغة أحلى حلا جربته في حياتي. أول شيء إنه سهل ولذيذ لذيذ فوق الوصف، يصلح مع القهوة العربية خرافي. لا تنسون تجربونه وتقولوا لي رايكم تحت في التعليقات، ولا يفوتكم هذا الحلا. جربوه على مسؤوليتي وضمانتي. خلاص راح أحطه بالثلاجة الحين وأطلعه وأبدأ أقدمه. وخلصت وصفتي اليوم، لا تنسون تجربونها مثل ما قلت لكم، وأشوفكم إن شاء الله في وصفة جديدة، ومع السلامة.